الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة. هو ما نعمل الشاي؟ ما قلتليش يا ابني، راشد قالك ايه؟ وعرفت منين يا حاج اني كنت عند عمي راشد؟ في مثل بيقول اللي مربي لا مؤاخذة قرد عارف لعبه، وانا عارف راشد كويس. تحب اقول لك هو قالك ايه بالحرف الواحد؟ مجرد كلام عن مستقبلي وشغلي في البيزنس عادي، يعني دردشه. على فكرة أميرة بتسلم عليك ونفسها قوي إنها... علي يا ابني، إياك تكون فاكر إني زعلان من راشد عشان باع نصيبه زمان من أرض سوبا كوس وراح اشتغل في البزبز بتاعكم ده. زعلت شوية، وكان ممكن المية تعود لمجاريها وكل واحد حر في حياته. أنا مش عارف أنت مكبر الموضوع كده ليه يا حاج. الاقتصاد لغة أرقام، مصالح، أشوف مصلحتي فين ومع مين وأجري وراها. وحكاية الخصومة اللي بينك وبين عمي راشد دي أنا ماليش دخل فيها خالص. تقصد مصلحتك ملهاش دخل فيه؟ هو ده اللي انت عاوز تقوله بالظبط. الظاهر انك كبرت عن حضن يا علي. يا حاج أنا ماليش غير حضنك، وحكاية عمي دي شغل عشان ما تتضايقش من حاجة. أنا قررت أقعد في شقة لوحدي. تصدق بالله لا إله إلا الله، أني مستني الخبر ده من بدري أوي. مش بقول لك اللي مربي قرد لمؤاخذة عارفه؟ مالك يا حاج في إيه؟ أنا لا نغزة بسيطة وهتعدم. سترك وعفك ورضاك يا رب. خير يا علي يا ابني. إن شاء الله خير، أزمة وتعدي. الحاج هيتحجز في العناية المركزة لحد ما نطمن عليه إن شاء الله. استرها معانا لأجل حبيبك المصطفى. خير يا علي يا ابني. مصطفى ماله؟ فجأة حس بنغزة اطمن يا راشد بيه، الحاج مصطفى بخير، وإن شاء المولى هيقوم له ويقوم لكل حبايبه بالسلامة. طول عمرك صاحب واجب يا معلم سيد. عقبال ما نعمل معاك الواجب في الفرح إن شاء الله. توحة أني هنا يا بت. لو تحب يا علي يا ابني ننقله أي مستشفى تاني ما يهمكش، اسأل الدكتور ونعمل اتصالاتنا بسرعة. لا المستشفى هنا قايمة بالواجب وزيادة. سلامة الحاج يا سي علي. الله يسلمك يا توحة. أنا رايح لمدير المستشفى وصيه وراجع لك حالا يا علي يا ابني. مش دي الدكتورة فريدة يا علي يا ابني؟ أيوة هي، بعد إذنك. ألا مين دي يابا؟ مرات راشد بيه. بنت البشوات. طب ما هي زي البني آدمين أهي. ومين الشابة بقى اللي معاها دي رخر؟ يوه، انت مش عملت الواجب؟ انكشحي بقى من هنا يا بت وسيبيني في اللي انا فيه. لا يا رشا، دايما الاشكال دي هتفضل تبص تحت رجليها كده. خد القلم اللي هو علشان يحرم انه يفكر في اي حاجه تخص راشد ابو جرانه وفتحي الراعي، فتحي بيه الراعي. انما لسه العلقه اللي هي علقه موت بصحيح. اقفلي دلوقتي عشان هكلمه وهقولك بكره كلمته ليه وهتعملي ايه بالظبط. اوكي روح قلبي، سلام. الو، استاذ حاتم ابراهيم، انا فتحي الراعي مدير مؤسسه راشد بيه ابو جرانه. أنا بخير يا دكتورة طول ما الحاج مصطفى بخير. بنتك كبرت، باين عليها بتعز الحاج مصطفى. احنا لينا بركة اللي هو يا دكتورة فريدة. ويا ترى شغلانتك في القهوة دي يا توحة يا مدام توحة، قولي ورايا والنبي مرتين 3 كده عشان ما تنسيهاش تاني. توحة. طب والله دمك خفيف. طب تحبي تسيبي شغلانة القهوة دي وتيجي تشتغلي عندي في الفيلا؟ هتنبسطي خالص. يابا لا مؤاخذة يا دكتورة، في ايه يا مقصوفة الرقبة؟ أنا مروحة. نسيت أقولك يا مدام إني بنشتغل في قهوة أبوي، يعني في ملك. لو عايزة حد يشتغل في الفيلا بتاعتك أشوفلك. تحبي ولا مش عاوزة حد غيري يشتغل عندك؟ ميرسي. ميرسي هيك معاكي يا ننوسة. اتفقنا يا فتحي بيه، مع ألف سلامة. خير يا سي حاتم، مين ده يا اخويا؟ ده اللي كنت هنشر عنهم الموضوع يا بتع، طلب يقابلني مرضيش يقولي على سبب المقابلة.
باينة زي الشمس. هيعجمك المبلغ المحترم عشان تسيبهم في حالهم. ما تنسانيش بقى يا سي حاتم، الخير ده جاي لك على وشي. خير؟ دي رشوة. ايه يا اخويا؟ رشوة، قصدي رشوة. يا سي حاتم، الايد اللي ما تقدرش تقطعها بوسها، ودول ناس زي ما انت بتقول كده فلوسهم بالزوفة، يبقى الغلابة اللي شبهنا يرزقوا منهم. عارفة يا بدعة، ايه اللي مخليني ما احسش بالراحة غير وانا معاكي؟ احب اقول لك؟ لا تقولي لي ايه؟ لسبب واحد، انك واضحة قوي، يمكن زيادة عن اللزوم اي نعم، انما ما حدش من اهل سوق بكوس يقدر يرفع عينه في عينك ولا يستجري هوا بناحيتك. لاني عارفة وشوشهم الحقيقية، مش اللي بيبينوها للناس. كل واحد وواحدة فيهم عنده البتعة عارفاها وكسر عينيهم كلهم، عارفة اللي محدش غيري يعرفوا عنهم. اللي هو ايه بقى؟ وهو انا لو قلتلك هتبقى ايه مزيتي؟ ها؟ مش لازم يبقى عندي حاجة مش عند غيري يا سي الأستاذ. ايه اللي جرالك يا أميرة يا بنتي؟ تهيني البنت وتطلبي منها تشتغل عندك؟ مفيش داعي يا ماما للغضب والنرفزة دي، أنا لقيتها بنت كويسة ودمها خفيف، يعني استخسرتها في بهدل شغل القهوة. انت لقيتيها بتتكلم مع علي غيرتي منها، حبيتي ترضي غرورك وتوصلي له رسالة إنها مش قد مقام سيادتك. والله برافو عليك يا ماما، تحليل نفسي رائع. بس اللي أنا عارفاه إن حضرتك دكتورة وأستاذة في الاقتصاد مش في علم النفس. أميرة، أسلوبك وتصرفاتك مش عجباني بصراحة. من ساعة ما جه علي من السفر وانت مش على بعضك. علي؟ أيوة علي يا أميرة، على فكرة انت لسه بتحبيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد يا سيد. مش سامعني يا راجل؟ سامعك ومش عاوز ارد. ابعدي عني بأذاك يا بتعة. للدرجة دي يا اخويا؟ مش طايق تسمع لي حس ولا تشوف لي خلقة؟ ده انت ما كانش بيحللك القعدة الا قدام فرشتي في السوق لحد ما جت اللي ربنا اخدها وبعدتك عني. بتعة، عيون بتعة، شاور لبتعة تسيب الدنيا وتقعد تحت رجليك. انت ايه، نسيت اللي كان يا سيد؟ لا ما نسيتش، بس لازم ننسى يا بتعة، ما ينفعش خلاص. وقلة نفعانه ايه بقى؟ ها؟ بسبب اللي ربنا اخدها ولا بسبب بنتها؟ اياكي تجيبي سيرة ام طوحة على لسانك السفر ده، والا اقسم برب العزة ما هيطلع لك نهار. فاهمة؟ لا مش فاهم. انت بتحبني يعني؟ هي سحرت لك واتجوزتك، اني عارفة ده كويس. بتعة، اللي بتتكلمي عنها دي مراتي، ام بنتي، ست ماتت من 20 سنة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إيه، الميت ملوش حرمة عندك؟ مش لو ميت يا سيد، ده هي اللي عايشة وأني اللي ميتة. ادخل يابا. انت لسه في الموال ده خايبة. هو كان حصل ايه يعني؟ ومجهز لنا لقمة ناكلوها. الاكل عندك على الترابيزه بره. كل انت يابا، انا ماليش نفس. بقى كلمتين مش ولا بد زي اللي قالتهم الست أميرة. أني يابا تقول لي اشتغل خدامة عندها؟ ليه يعني؟ ده أني أحلى من 60 واحدة من عينتها. هو الأحمر والأخضر اللي هي حطاهم في وشها دول وملونة روحها بيهم هيخلوها تبقى حلوة؟ على رأي المثل، ايش تعمل المشطة في الوش العاكر. ما هو انت لو عرفتي هي عملت كده ليه هتنبسط يا توحة. دي غارت من حلاوتك يا هبلة. غارت؟ اشمعنى؟ هقولك بس لما تقومي وتفتحي نفسي. علي أصل هو راشد يا جدي. علي أنا جنبك يا حاج، أنا جنبك هنا يا حاج، جنبك. قربت خلاص.
خليك معايا يا حاج. في ايه يا حاج؟ فين الدكاتره اللي هنا؟ انا عاوز دكتور هنا بسرعه. ايوه، بقى الحاج مصطفى رفض يجوز الدكتور للبت الصفرة دي. ايوه، امال عاوزاه يحط ايده في ايد راشد بعد اللي قلتهولك ده عنه؟ تلاقيها افتكرتني عروسة سعالي، مش كده يابا؟ وهو يطول ده انت توحة بنت السيد حلاله، أهوجية بنت أهوجي، وهو حيالله دكتور، وابوه يمتلك أرض سوق بكوز بحالها. بنت توحة، تشربي حاجة ولا النوم كابس عليكي؟ اشرب يابا، اشرب ما يضرش. خير يا راشد بيه؟ دي التقارير وصور الاشعه بتاعت الحاج مصطفى. كلف العلاقات العامه تحجز لمدام رشا تذكره على اقرب طياره لندن. مدام رشا؟ ايوه، ولا عندك مانع؟ تكون محتاجها في شغل ولا حاجه يعني؟ لا ابدا، حاضر. سلم الحاجات دي للبروفيسور باتريك سميث، ما ترجعش غير وتقريره عن حاله مصطفى معاها، فاهم؟ فاهم، انما ممكن نبعت لحضرتك عاوزه بالميل، افتكر اسرع. افتكر ان صاحب القرار هنا يا فتحي. الموضوع ده كله مش هياخد اكتر من 48 ساعه، يعني مدام رشا مش هتغيب عنك، قصدي مش هتغيب عن شغلها كتير.